حد سمع اشتغلت الشاب الاسماعيلاوي الجميل رئيس نادي الاسماعيلي؟ انا يوسف التهامي العميد. المهندس يحيى الكومي رئيس نادي الاسماعيلي السابق من فتره كان اتسرب له مكالمه مع شاب اسماعيلاوي اشتغل ان هو مستثمر قطري بيحب الاسماعيلي من زمان وحابب يدعم النادي بشويه فلوس عشان ينتشروا من الموقف اللي هو فيه الموسم ده. وبعيدا ان الولد بيتكلم خليجي مكسر ايه ده، بيتكلم خليجي طالع. الموضوع دخل على الباشمهندس يحيى الكومي وابتدى يسرح بخياله ويسرح بالراجل الخليجي نفسه وابتدى يكلمه في شويه دعم للنادي، وقال ان الدعم ده هيكون بسيط يعني حوالي 20 مليون دولار كده. الولد اللي عامل فيها خليجي قال له انه موافق على الكلام ده كله بس عنده شويه ملاحظات صغيره، هو بيحب النادي من زمان. وقبل ما الولد يقول اي حاجه الباشمهندس يحيى الكومي كان بيوافق على اي حاجه من غير ما يكمل حتى باقي الجمله. يعني مثلا قال له حسني عبد ربه ينفع يرجع النادي؟ قال له اه طبعا حسني عبد ربه يرجع النادي، مع ان اللي يعرف الموضوع كويس يعرف ان يحيى الكومي وحسني عبد ربه بينهم مصانع الحداد. امسك ولا ايه؟ ما انت دافع بقى. الواد لقاه جاي في اي حاجه فقام داخل على اللعيبه قال له طب عمر الوحش بيعمل ايه لحد دلوقتي في النادي؟ وماسك زله عليكم ولا ايه؟ راح يحيى الكومي في اقل من لحظه بقى لعيبته كلها وابتدى يقطع في اي لعيب بيتقال اسمه قدامه، محمد حسن، عماد حمدي، عمر الوحش، الشامي، وصاحبنا التاني موافقوا على اي حاجه بيقولها. عايز تمشي اللي تمشيه مشيه، وعايز تجيب اللي تجيبه يلا بينا، مش انت هتدفع انجز. لانه ما كانش مركز في اي حاجه تانية غير ال 20 مليون دولار اللي قالها في اول المكالمه. ده الواد من كتر ما هو اسماعيلاوي قوي سالوا على المبنى الاجتماعي، ويحيى الكومي قال له ان هم على وشك ان هم يستلموه قريب، بس المبنى الاجتماعي برضه محتاج شويه دعم. هتتقلب يعني هتتقلب، ومكالمه عبثيه زي دي وضحت حاجات كتير قوي، ومش بس في النادي الاسماعيلي، يمكن يكون في نوادي تانية ماشيه بنفس النظام ده، انا عارف بس حاجه تكسف والله. وللاسف ده ما كانش اخر المواقف البايخه اللي الاستاذ يحيى الكومي حط نفسه فيها، وانا اقول لكم على الباقي في الفيديوهات اللي جايه.